الشخصية الوحيدة اللي حاليا تنافس على المركز الأول وعندها صفة واحدة فقط تنفجر من خلالها مجموعة صفات، هو صاحب الحنية المنطقية، يحتويك بكل عاطفته ولكن عينه مفتوحة على حقيقتك. يعني حنيته مو تعمي من أخطائك، فهو دا ينطيك الاحتواء أبو القرار. الناس عبالها الحنون هو هذا اللي يقول لك حبيبي وحياتي وينقهر عليك من تنقهر. الحنون يتعاطف وياك بكامل وعيه بس ما يغرق وياك، لأن بالنسبة له الغريق ما ينقذ. أعلى وأغرب صفة عنده من ينسحب حتى تواجه عواقب أفعالك، حتى يحميك من الاتكالية. من تتعصب منه أو تحكي وياك كلام قاسي هو ما يسمع كلماتك، هو يسمع خوفك ووجعك اللي خلاك تحكي هذا الكلام. تجنن هاي الصفة. بقمة الخصام بيناتكم يبقى حنانه مبدأ ثابت، يعني مو يسحبه وينطيه حسب رضاك عنه. أقوى منافسة دا ينافس بقية الشخصيات عليها هو أنه يعرف يمتى ينطيك الحنية اللي تلملمك ويمتى يصدمك صدمة حياتك حتى توقف على رجليك. وخلي ببالك اللي يخليه يرجع لك بعد ما قنعك أنه نساك هي الحنية، واللي يخليه يرجع سلاحه وما يكابر ويعترف بأغلاطه هي الحنية، واللي يخليه ما يكون بارد وياك مع العلم أنت تستاهل هذا البرود هي الحنية. بالنهاية اللي يستغل هاي الشخصية فهو دا يجازف بأعظم أمان بحياته، لأن الحنون المنطقي مثل ما حنيته ما لها حدود، انسحاب